شماله وجنوبه، وعشت حرا أبيا أيها الجنود. المخيم الذي يدشر فيه حفلنا هذا مخيم التحرير والاستقلال في مدينة الثورة القليوب، إلى كلمة المخيم يلقيها رئيس الحركة الشبابية الطلابية أحمد التابعي، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. باسم مخيم التحرير والاستقلال نحيي الوافدين الينا من جميع المديريات والمحافظات الجنوب. يا شعب الجنوب العربي الابي، ايام وساعات تفرق ابناء الجنوب على اليوم المشؤوم الذي اعلن فيه الرئيس علي عبد الله الصالح. ابناء الجنوب يوم 27 في صنعاء مع جعافر القبليين الطامعين بثروات مؤسسات الجنوب العربي، يتم بعدها الاستيلاء والاجتياح كامل. ويتم بعدها الاستيلاء واجتياح دولة كاملة السيادة والقانون في كل ما يمتلكه العامة والخاصة، والدفع على ظهور التجربة صوب العاصمة عدن، وتنفيذ هذه العملية السريعة من الرجاء مصحوبة بقضايا التكفير المفعمة بداء القبلية المتخلفة من شمال الشمال دون حسيب أو رقيب، ليتم بعدها استباحة في كل شبر من أراضي الجنوب العربي، من قتل وسفك الدماء وتشريد وقتل الكوادر الجنوبية من كبارهم وصغارهم، وانتهاك المحرمات وتحليل الحرام وتحريم الحلال وقتل الاطفال والشيوخ وترويع الضعفاء وهدم المنازل على رؤوسهم وسلب والاعتقالات والزج في السجون وتكفير وطرس الهويه الجنوبيه والانسان البشري الجنوبي. وما زالت ريحه الثوره هذه، وما زالت ريحه الحرب هذه، وما زالت ريحه هذه أن هذا كبار السلام حتى يومنا هذا. يا شعب الجنوب، ليس المهم أن هناك تقام المديونية أو هنا، فكل ساحات الجنوب مغللة بدماء الشهداء، فدماء الشهداء سترشدنا إلى طريق استعادة الدولة الجنوبية كاملة السيادة لنضال ليس محصور في بيت أو ساحة أو مدينة.